ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الحمص 12 ساعة من الليل للصبح. هي 4 كاسات وشوي، تقريبا كيلو حمص. بسم الله، رح ننقعهم مية حلوة. رجعنا لكم بعد ما نقعنا الحمص لمدة 20 ساعة تقريبا. نحط بطنجرة الضغط، نضيف المية المغلية. هيو غلي، بدنا نقيم الريم من فوق. هلا بعد ما غلي وقمنا الريم من فوق الحمص، بدنا نضيف هالقد معلقة كربونة، تقريبا معلقة صغيرة ممسوحة أو نص معلقة صغيرة هيك، يعني بتكون مليانة. نغطي طنجرة الضغط ونوطي النار ونخليها من نص ساعة لساعة إلا ربع عبال ما تستوي الحمص منيح. رجعنا لكم بعد ما سلقنا الحمص. شوفوا ما شاء الله نشفت كل ميته. أنا تقريبا خليته أكتر من ساعة ونص بطنجرة الضغط عشان ينزل نيفة. شوفوا كيف الحبة ما شاء الله، كيف زي المرهم. هون الفائض من الحمص اللي احنا سلقناه نقدر نعبيه بكيس ونفرغه من الهواء ونحطه بالفريزر لعند ما نحتاجه. بعد ما سلقنا الحمص حطيته ليلة كاملة بالثلاجة عشان ايش؟ هيك يبرد ويمسك حاله. اعطيكم معيارات الحمص بالضبط عشان يطلع معكم مرتب وزاكي. اتبعوا الخطوات وان شاء الله رح يطلع طيب. هاي كاسة معيارية، هاي وحدة. بسم الله. هاي الكاسة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نضيف عصير الليمون، تقريبا عصير ليمونتين كبار. هاي طحنا الحمص، شوفوا ما شاء الله. هاي لونه أبيض من قبل ما نحط الطحينة كمان ما شاء الله. بدنا نحط معلقة كبيرة ملح، طبعا حسب الدواء. بدنا نحط نص كاسة طحينة، تقريبا 175 مل. بدنا نضيف 60 مل من زيت الزيتون، بيعطيه طعم كريمي ولذيذ. نحتاج كمان ليمون، شوية ملح ضفت له كمان. نحضر صحن الحمص معاكم. نفرم درس تومة مع شوية فلفل أخضر، نحط عليهم رشة ملح وليمون. بعدين نزين الصحن زي ما انتو بدكم حسب الرغبة. جربوه، صحن حمص كتير طيب. صحة وهنا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكم كل شي جديد.